مساء الخير على كل اللي بيتابعونا. النهاردة هنتناول موضوع مهم جدا، وهو شهادات الفايدة ب25% بنك مصر وبنك الأهلي. فبنحب نقول إن ما كانش عندنا أي مشكلة إن الجنيه يتعوم، لكن لما تبقى فيه شهادات بالفايدة دي هي 25%، ده اسمه انتحار اقتصادي. طبعا هتقولوا هدفكم تقليل حجم السيولة في السوق عشان كبح جماح التضخم، وتاني حاجة تشجيع الناس على التنازل عن المضاربة وشراء الدولار والذهب وجذبهم لشهادات ال25%. يعني انتوا أولى ان انتوا تجمعوا فلوس الناس بدل ما يعملوا مضاربة أو يشتروا دولار أو ذهب. وانا بقى بقول لكم سعيكم مشكور ومش هيحصل لعدة اسباب، منها ان كل الناس اللي عملت شهادات الفترة اللي فاتت بالمصري لبست في الحيطة وفلوسها قلت اضعاف مضاعفة عن فوائد الشهادات. كمان اول مرة في تاريخ مصر المصريين ثقتهم بتهتز بالجهاز المصرفي المصري. تالت حاجة انهيار ثقة المصريين في الجنيه المصري حتى لو هتديله فايدة 50%. رابع حاجة عدم وجود سيولة من الأساس في إيد المواطن المصري دلوقتي حالته ما يعلم بيها غير ربنا. خامس حاجة انهيار ثقة المواطن في الحكومة الحالية وأي إجراء بيتخذها. طبعا مش عايزة أحرق لكم الفيلم الحمضان وأقول لكم إن النهاردة بالليل في برامج التوك شو هيطلع علينا السادة كبار مسؤول بنك الأهلي وبنك مصر عشان يتحفونا بالأخبار السارة إن هناك إقبال رهيب من المصريين على الشهادات، وإن قيمة الشهادات اليوم بلغت رقم تاريخي بلغ 200 مليار جنيه. وفي حاجة، البنك المركزي المصري بيملك دولار وقام بتدبير كل طلبات المستوردين أول بأول كما كان قبل كده. اللهم احفظ مصر واقتصاد مصر ونور بصيرة المسؤولين وأعينهم على قضاء حوائج المصريين. اللهم آمين.